بسم الله الرحمن الرحيم. قال بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب على الله. لو توكل على الله لرضي بما يفعل الله. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا؟ قال إذا رضي بالله وكيلا. إنك ترضى بالله، ترضى بتدبير الله لك. ومن ثمار التوكل والاعتماد على الله أنه يثمر لك الرضا عن الله والرضا بالله. التوكل على الله عمل قلبي ليس باللسان ولا بالجوارح. التوكل معناه أن تعتقد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لو كان كيف يكون. وأن تعلم أن الله هو الخافض الرافع، هو المعز المذل، هو النافع الضار. وأجل الكريم أمري وقلبي للفرج مشتاق، ويرحل بالصلاة همي ولاقي في دعوة الترياق، وسجدة ورا سجدة يفارقني الألم والداء، وحبي له بحور أسماء تسبحها قلوب من نور. المتوكل على الله يعلم أن الله حسيبه، يعلم أن الله ناصره، يعلم أن الله معينه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله تبارك وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب دون أن تعتقد في السبب ودون أن تطمئن في السبب. فاعتمادك على الله حصنتك من الاعتماد أو الاعتقاد في أن السبب هو الذي ينفعك أو يضرك بذاته. فالنافع الضار بذاته الله تبارك وتعالى. الله يريد أن يعلمنا أن الأخذ بالأسباب أمر واجب دون أن تعتقد بالسبب. فترك الأخذ بالأسباب طعن في الشريعة، والاعتماد في السبب طعن في التوحيد. لا يعطي الله رزقه لأي أحد. الأرزاق بيد الله، الأولاد بيد الله، الزوجة الصالحة بيد الله، الأموال بيد الله. عش في الدنيا دي على إنك ملكش قيمة إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا عطشت من ذكره فالجأ إليه، وإذا جعت من طاعته فالجأ إليه. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. صفتهم إيه يا رسول الله؟ قال ابن عباس ثم دخل النبي حجرته وأغلق عليه. هنا أسلوب تشويق من النبي، عايز الصحابة إيه؟ يتفننوا. مين صفتهم دول؟ صفتهم إيه يا رسول الله؟ دخلوا سبهم. فقال بعضنا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال الآخرون لعلهم الذين صحبوا النبي. هنا النبي يخرج عليهم قائلا فيما تخوضون وتتحدثون؟ فقالوا يا رسول الله صفهم لنا من 70,000 اللي هيخشوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فنظرت إليه الأم ونظر إليها الأولاد ففرحوا فرحا شديدا، وبكت البنت الكبيرة بكاء شديدا. فسألوها لماذا تبكين؟ قالت نظرة مخلوق إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما أجمل أن تتوكل على مولاك وتتبرأ من نفسك وعقلك وهواك. ما أجمل أن تعتمد على الله وتترك كل ما خلاه وما عداه. ما أجمل أن تتوكل على ربك وتتبرأ من حولك وقوتك. الاعتماد على الله عز وجل نصف هذا الدين. التوكل على الله تبارك وتعالى يأخذ حيزا من هذا الدين، بل يأخذ نصف الدين كله. فإن الدين استعانة وعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الدين قسمين، قسم استعانة وقسم عبادة. فالاستعانة هي التوكل أو التوكل هو الاستعانة، والإنابة هي إلى الله هي العبادة. التوكل على الله عز وجل من أوسع المنازل التي ينزلها العبد أثناء سفره لربه تبارك وتعالى. التوكل على الله من أوسع المنازل وأجمعها لكثرة حوائج العالمين لله تبارك وتعالى. وعموم التوكل ووقوعه يكون من المؤمنين حتى الكفار، يكون من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار وحتى الطير والوحش والبهائم. أعزكم الله، البهائم التي لا عقل لها، الطير الذي لا عقل له يتوكل كذلك على الله. وإن تباين متعلق توكلهم فهناك من يتوكل على الله في نصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وتنفيذ محابه وأوامره كلها. وهناك من يتوكل على الله في استقامته في نفسه
يا رب اهديني، وحفظ حاله مع الله تبارك وتعالى فارغا عن الناس. وهناك من يتوكل على الله ويعتمد على الله في معلوم يناله منه من رزق أو طلب ولد أو زوجة صالحة أو نصر على عدو ونحو ذلك. فجميع العالم العلوي والعالم السفلي مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهمس في أذن ابن عباس ويريد ألا يتعلق قلب ابن عباس بغير الله، بل يوجهه في نصائح في سطور: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات أريدك ألا يتعلق قلبك بغير الله، أريدك ألا تسأل إلا الله. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك. وهنا الشاهد: إذا سألت فاسأل الله. يريد أن يتعلق قلبه بالله وحده، يريد أن يصرف قلبه عن غير الله إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله مدبر الأكوان، لأن الله خالق الخلق ويعلم مصلحتهم ومنفعتهم وما فيه مصلحتهم ومنفعتهم، فهو الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل، الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل غير الله. وإن تخلى عنك الجميع فاعلم أن الله دبر لك ذلك ليتولى أمرك. إذا تخلى عنك الأخ أو العم أو ابن العم أو الصاحب أو الأب أو الأم، فاعلم أن الله دبر لك ذلك ليتكفل بك، فاعلم أن الله أراد بك ذلك ليتولى أمرك. فعليك أن تعرض عمن يؤذيك، عليك أن تبيع من يبيعك، وتشتري رضا الله عز وجل، وتشتري رضا الله عز وجل. قال تعالى لنبيه: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. الله يكتب أذيتهم لك، الله يكتب عداوتهم لك، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأعرض عنهم، أعرض عن أذيتهم، فأعرض عنهم وتوكل على من يتولى أمرك، فأعرض عنهم وتوكل على من يدبر لك أمورك، فأعرض عنهم وتوكل على من يدبر هذا الكون، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، اترك أذيتهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن نصرك الله فلا أحد على وجه هذه الأرض أن يخذلك، وإن خذلك الله فلا يمكن لأحد على وجه الأرض أن ينصرك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله
فلا أحد على وجه هذه الأرض يمكن له أن يخذلك، وإن خذلك الله وبعد عنك فلا يمكن لأحد على وجه الأرض أن ينصرك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الناس شيئا. تكن أعز الناس وتكن أكرم الناس شأنا وقيمة، لا تسأل الناس شيئا. أعني على نفسك بأن لا تسأل الناس شيئا، لا تمد يديك إلى الناس، بل امدد يديك إلى من يغضب عليك إذا لم تسأله. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا سألت فاسأل الله، علق قلبك دائما بالله تبارك وتعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الله تبارك وتعالى ما يفعله بك إنما هو اختيار الله لك، فعليك أن تترك الاختيار لا دمت لطالما أنك اعتمدت على الله، فعليك أن تترك الاختيار وأن تسترسل مع مجاري الأقدار، أن تترك اختيارك. ليس لك اختيار مع اختيار الله، ليس لك تدبير مع تدبير الله تبارك وتعالى، وعليك أن ترضى بما قسمه الله لك، فهذا شرط من شروط الاعتماد على الله والتوكل عليه. الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من أن يعتمدوا عليه وحده، وأن يتوكلوا على الله وحده. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل شأنه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما كونك تتوكل على من نهايته الموت فهذا ليس بجيد، فعليك أن تتوكل على الحي الذي لا يموت. وحث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على التوكل أيضا، فيقول في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي في الصباح تذهب وبطونها فارغة من الطعام، وتعود في نهاية اليوم بطونها امتلئت من الطعام. تغدو خماصا وتعود بطانا. فالتوكل على الله والاعتماد عليه عصمة يعصم الله به عباده المؤمنين من شياطين الجن وشياطين الإنس. قال جل شأنه: إنه ليس له سلطان، أي الشيطان، سلطان على من؟ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالشيطان ليس له سبيل وليس له سلطان وليست له ولاية على المعتمدين على الله والمتوكلين على الله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فذكر اسم الله وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له من قبل الله، يعني يقال له هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: ما بالك برجل قد هدي ووقي وكفي، هنعمل معه ايه؟ ليس لنا سبيل عليه، ليس لنا سلطان عليه. لماذا؟
لأنه نطق بما يتحصن به، لأنه نطق بما فيه عصمته ومنعنا عنه. قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمور كلها تجري بأمر الله، فليس لك اختيار مع أقدار الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. التوكل قلنا نصف الدين والنصف الثاني الإنابة. قال الله على لسان شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال جل شأنه على لسان نبيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. مردنا إلى الله، تدبير أمورنا بيد الله، ليس لك قيمة بدون الله عز وجل. وأنت مع أوامر الله عبد وابن عبد، أنت مع أوامر الله ليس لك اختيار، أنت مع أوامر الله ليس لك أمر، أنت مع أوامر الله ليس لك تدبير. أنت تفعل ما تريد وهو يفعل ما يريد، ولا يكون إلا ما يريده الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عليه توكلت كذلك وإليه أنيب. قال الله على لسان نبينا وأبينا إبراهيم قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك يرجع الأمر وإليك الأمور كلها وإليك المصير. مصيرنا بيدك يا رب، أمورنا بيدك يا رب، ليس لنا اختيار مع اختيارك يا رب، ليس لنا أمر مع أوامرك يا رب، فأمورنا بيدك تتصرف فيها كيفما شئت وبما شئت. ليس لك اختيار في هذه الدنيا، بل أنت مع أوامر الله عبد وابن عبد وابن عبد. قلنا أن التوكل على الله عصمة يعصم الله بها عباده المؤمنين من شياطين الجن كما ذكر في الآيات والأحاديث، ومن شياطين الإنس كذلك. فها هو نبينا موسى عليه وعلى نبينا أفضل السلام وأتم التسليم. موسى عليه السلام يهرب من الإله المزيف ومن الإله الباطل فرعون. ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، إله باطل. يهرب موسى ويفر بجنوده وأتباعه من فرعون وجنوده. أراد فرعون أن يهتك موسى ومن معه، أن يهلكهم، فيفر موسى من بين يدي فرعون ومعه أتباعه حتى وصلوا إلى شاطئ البحر، وفرعون يفر خلفه بجنوده وأتباعه حتى وقع موسى هو وأصحابه بين فرعون وجنوده وبين البحر، فإما الهلاك بالقتل وإما الهلاك بالغرق. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سنهلك يا نبي الله، سندمر يا نبي الله. هنا يضع الله في قلب موسى كل الثقة وكل الاعتماد على الله، يصرخ في قومه وأتباعه كلا إن معي ربي. قلت إذا أراد الله أن ينصرك فلا أحد على وجه الأرض أن يخذلك. إن معي ربي سيهدين. الله تبارك وتعالى أوحى إلى البحر أن ينفلق بضربة عصا من موسى عليه السلام، فأوحينا إليه، وهنا تأتي فاء السرعة، لم يقل وأوحينا،
دلالة على استجابة الله لدعوة نبينا موسى: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، بعصا واحدة فانفلق، وجعل الله الأرض من تحتهم يابسة، فانفلق البحر فصار كالجبال كالطود العظيم. وأوحى الله لموسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهنا ينزل موسى بأحصنته وبأتباعه وجنوده البحر حتى يصل إلى شاطئ البحر الآخر. وهنا ينزل حصان أو فرس فرعون رغم أنف فرعون. وهنا إذا نزل القائد إلى أمر أو إلى شيء أتبعه جنوده فغرق الجميع. وجاء جبريل ليلقم فرعون من طين البحر حتى لا ينطق بالشهادة، حتى أنه لما كاد أن يغرق وعلى وشك الغرق قال آمنت، لم يقل آمنت بالله، إنما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى وهو يغرق في قلبه كبر. لم يقل آمنت بالله صراحة، إنما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يرد الله عليه: الآن ما نديتك فرص كتير، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طب أنا هنعمل فيك اللي ما اتعملش. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك لمن يأتي من بعدك آية وعلامة على أن من يقف أمام قدرة الله يهلكه الله تبارك وتعالى. فاليوم ننجيك ببدنك وها هو جثة هامدة في إحدى المتاحف فرجة للآخرين وآية للآخرين. وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثير من الناس عن هذه الآية لغافلين يتناسوا قدرة الله تبارك وتعالى. تتمثل قدرة الله في أن نجى نبينا موسى باعتماد قلبه وثقته في الله من هذا الطاغوت الأكبر. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من بين أعين المنافقين والكفار، وجعل الله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا يجتمعون بسيوفهم وأسلحتهم حول بيت النبي يريدون قتله ويريدون ضربته ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بني هاشم أن يأخذوا بثأر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الله تبارك وتعالى يعمي الأبصار ويعمي القلوب، ويمر النبي هو وأبو بكر الصديق من بينهم سالمين ويهاجرون ويذهبون إلى غار ثور، فيذهب خلفهم الكافرون ويقفون على رؤوسهم، والغار ليس عليه عنكبوت ولا يمامة أو حمامة كما يذكر، بل قدرة الله غنية عن العنكبوت والحمامة، بل كان الغار مفتوحا أمام أعين الكافرين. وهذا للدلالة على قوة اعتماد نبينا على الله. يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فينجيهم الله تبارك وتعالى من أيدي الكافرين. وها هي هاجر أم نبينا إسماعيل حينما أخذها أبونا إبراهيم عند بئر زمزم ويتركهما بين جبلين، فتقول له: يا نبي الله إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: إذن فلن يضيعنا. هنا حقيقة التوكل والاعتماد على الله. يترك نبينا إبراهيم زوجته وولده فلذة كبده في صحراء ليس فيها طعام وليس فيها شراب وليس فيها بئر ماء، فينبع الماء من تحت قدم إسماعيل. لم يشرب منه إسماعيل نبينا وأمه وحدهما، بل تشرب الأمة كلها من بئر زمزم. إذن فلن يضيعنا، والأمثلة على ذلك كثيرة. حقيقة التوكل حتى لا أطيل، التوكل معناه أن تعتقد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لو كان كيف يكون، وأن تعلم أن الله هو الخافض الرافع، هو المعز المذل، هو النافع الضار، وأن تعتمد بقلبك وفكرك على الله تبارك وتعالى،
أن تستند إليه في أمورك كلها، وأن تطمئن إلى تدبير الله بك، وأن تفوض أمرك كله لله في جلب مصالح دينك ودنياك ودفع المضار. والمتوكل على الله يبذل جهده في الأخذ بالأسباب، فليس من شأننا أن تنام. إذا أردت أن تنجح فعليك أن تنام، لا، الله تبارك وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب دون أن تعتقد في السبب ودون أن تطمئن في السبب. فاعتمادك على الله حصنتك من الاعتماد أو الاعتقاد في أن السبب هو الذي ينفعك أو يضرك بذاته، فالنافع الضار بذاته الله تبارك وتعالى. أن تأخذ بالسبب، تذاكر عشان تنجح، تشتغل وتعمل عشان تنجح في الدنيا، تعمل كذا وكذا عشان تنال كذا وكذا. وها هي أمنا مريم البتول أم عيسى عليه السلام، وهي في أضعف حالاتها، في حالة النفساء، في حالة دم ينزل عليها عقب الولادة، وهي حالة أشد ما تكون فيه المرأة ضعفا. يأمرها بهز كوز ذرة؟ لا. يأمرها بهز عود قصب؟ لا. يأمرها بهز جذع نخلة. وهزي إليك بجذع النخلة، نخلة وامرأة وفي حالة ضعف، في حالة النفساء. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله يريد أن يعلمنا أن الأخذ بالأسباب أمر واجب دون أن تعتقد بالسبب. فترك الأخذ بالأسباب طعن في الشريعة، والاعتماد في السبب طعن في التوحيد. التوكل على الله عمل قلبي ليس باللسان ولا بالجوارح. مش تبقى طالع الصبح راعي الغط تقول يلا توكلنا على الله، وأول ما ينزل بك، نعوذ بالله من ذلك ويعافينا الله وإياكم، ينزل بك ضر تبص للسماء وتقول ليه يا رب كده؟ يا رب أنا عملت إيه في دنيتي بس يا رب؟ أنت مش كنت بتقول من شوية بسم الله توكلت على الله؟ التوكل ليس باللسان، مش كلمة بتقال. التوكل على الله عمل قلبي. قال بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب على الله. لو توكل على الله لرضي بما يفعل الله. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا؟ قال إذا رضي بالله وكيلا. إنك ترضى بالله، ترضى بتدبير الله لك. ومن ثمار التوكل والاعتماد على الله أنه يثمر لك الرضا عن الله والرضا بالله. وعلى المتوكل أن ينطرح بين يدي الله كما ينطرح الميت بين يدي المغسل. الميت ينطرح بين يدي مغسله يقلبه كيفما يشاء. الميت لا يملك لنفسه حركة ولا سكنة، بل الذي يقلبه ويحركه من؟ المغسل، ولله المثل الأعلى. فعليك أن تنطرح بين يديه كانطراح الميت بين يدي مغسله. ليس لك أمر، ليس لك حركة، ليس لك شأن، ليس لك قيمة بدون الله تبارك وتعالى. كذلك المتوكل على الله كالطفل الرضيع لا يعرف شيئا في الوجود إلا ثدي أمه. إذا جاع يلتقمه، إذا عطش يلتقم ثدي أمه، إذا حزن يطمئن بلجوئه لثدي أمه. فلا يعرف الرضيع شيئا في الوجود إلا ثدي أمه. كذلك المتوكل على الله لا يعرف شيئا في الوجود إلا من؟ إلا الله. فإذا عطشت من ذكره فالجأ إليه، وإذا جعت من طاعته فالجأ إليه. أو آوي إلى ركن شديد. من يعرض عن الله يعرض الله عنه، ومن يبيع الله يبيعه الله تبارك وتعالى. الله عزيز، الله حكيم. لذلك يقول لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أمرك بيد
بيد الله. قال يعقوب لأولاده يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. المتوكل على الله يعلم أن الله حسيبه، يعلم أن الله ناصره، يعلم أن الله معينه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو توكلتم على الله حق توكله يرزقك. وانت طالع الصبح كده اعرف ان انت مش هترجع برزق، لأن خزائنه بيده. لا يعطي الله رزقه لأي أحد. الأرزاق بيد الله، الأولاد بيد الله، الزوجة الصالحة بيد الله، الأموال بيد الله. عش في الدنيا دي على إنك ملكش قيمة إلا بالله تبارك وتعالى، أنه ليس لك اختيار مع الله تبارك وتعالى. يا متوكل على الله لا تحزن على أمر فاتك ولا تفرح بما هو آت إليك. ليه؟ فإن الله أعلم بك من نفسك التي بين جنبيك وأحن عليك من أمك التي ولدتك. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت ببلوى فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى إنما هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. يا متوكل لا تحزن على أمر فاتك ولا تفرح بما هو آت إليك، فلقد فرح قارون بما في يديه، فالله لا يحب الفرحين. يا متوكل حسبك في ذلك أن الجنة مثواك. فلقد روى البخاري ومسلم وأحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم في رحلة الإسراء والمعراج. شاف الأمم كله ورأيت النبي يمر ومعه الرهط من 3 ل 10 تنفار، والنبي يمر ومعه الرجلين والثلاثة، والنبي يمر ومعه الرجل الواحد، والنبي يمر وليس معه أحد. ثم عرض إلي ورفع إلي سواد عظيم لو أنك تركب في طائرة. واستاد النادي الأهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض، فالمدرجات ما فيهاش خرم إبرة، كله جالع شعره، فشعره كله أسمر. فأنت لو راكب طيارة هتشوف الملعب كله أسمر. ثم رفع إلي سواد عظيم، ناس كتيرة قوي. فقلت لجبريل من هؤلاء؟ أهؤلاء أمتي؟ قال لا، هذا موسى وقومه. والنبي معروف إن هم كان أكثر الأنبياء تبعا، أمال أمة النبي هتبقى قد إيه؟ ثم رفع إلي سواد أعظم من الأول بقى، فقيل لي يا محمد هذه أمتك ومعهم 70,000. ربنا يوعدنا منهم يا رب. 70,000 هيروحوا فين؟ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا الله، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. صفتهم إيه يا رسول الله؟ قال ابن عباس ثم دخل النبي حجرته وأغلق عليه. هنا أسلوب تشويق من النبي، عايز الصحابة يتفننوا. من صفتهم دول؟ صفتهم إيه يا رسول الله؟ دخلوا سابهم. فقال بعضنا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال الآخرون لعلهم الذين صحبوا النبي. هنا النبي يخرج عليهم قائلا فيما تخوضون وتتحدثون؟ فقالوا يا رسول الله صفهم لنا من 70,000 اللي هيخشوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا يسترقون يتطيرون يكتوون محتاجة شرح يطيل. قيل لحاتم الأصم يا حاتم
على ما بنيت أمرك من التوكل؟ شايفينك كده متوكل على الله، أنت بنيت هذا الأمر على إيه؟ قال على 4 خلال، 4 أشياء. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فلست أهتم به، عيجيلي بس مع العمل. وعلمت أن عملي الصلاة والصوم والزكاة لا يعملها غيري فأنا بها مشغول. وعلمت أن الموت يأتيني فجأة فأنا أبادره بالأعمال الصالحة يعني. وعلمت أن الله مطلع علي فأنا أستحي أن يراني على معصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قيل لحاتم الأصم: يا حاتم من أين تأكل؟ قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وحاتم الأصم كان من أكرم العرب في زمانه، أراد أن يحج أو أن يعتمر في عام من الأعوام، فقال له أولاده: تذهب للحج وتتركنا وليس في بيتنا طعام ولا أموال. فقالت بنت له كبيرة قد رزقها الله فطنة عظيمة، قالت له: يا أبي اذهب فحج فأنت لست برازقنا، إن الذي يرزقنا هو الله. فخرج وباتوا جياعا في تلك الليلة، فجاء أخواتها ولاموها ووجهوا إليها التهم. هنا يمر أمير البلدة بجنوده في وقت شديد الحر، واشتد عليه العطش وهو بجانب بيت حاتم الأصم، فقال: أريد شربة ماء. فنزل الجندي ودق على باب حاتم الأصم: الأمير يريد شربة ماء. فأخرجوا له كوزا به ماء بارد، فشرب الأمير وارتوى، وسأل: دار من هذا؟ دار من اللي طلع لي منها الكوز المية دي؟ قالوا: دار حاتم الأصم. فأخرج الأمير كل ما في جيبه ووضعه في الكوز من أموال، ثم قال لجنوده: من كان يحبني فليصنع مثل ما صنعت. فأخرج كل جندي ما معه من مال ووضعوه في الكوز، ثم دخل الكوز إلى دار حاتم الأصم، فنظرت إليه الأم ونظر إليها الأولاد، ففرحوا فرحا شديدا، وبكت البنت الكبيرة بكاء شديدا. فسألوها: لماذا تبكين؟ قالت: نظرة مخلوق إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ مخلوق نظر إلينا فأغنانا، فكيف لو نظر إلينا الله تبارك وتعالى؟ شروط التوكل على الله أن تسلم أمرك لله وأن تستسلم لقضاء الله. قال نبينا موسى لقومه: وإذ قال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كذلك المتوكل على الله لابد أن يتعرف على أسماء الله وصفات الله وأفعال الله تبارك وتعالى، ليزداد ثقته في الله وطمأنينته في تدبير الله له. كذلك المتوكل على الله لابد أن يكون كالطفل الرضيع لا يعرف شيئا في الوجود إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يعرف شيئا في الوجود إلا الله. كذلك من شروط التوكل أن ينطرح المتوكل على الله كما ينطرح الميت بين يدي المغسل. كذلك من شروط التوكل ألا تعتقد في السبب في أنه هو الذي يشفيك أو يضرك بذاته. يعني إيه؟ أنا تعبان فخدت علاج للسخونية، فما اعتقدش إن الحبوب هي اللي شفتني. لابد أن تعتقد أن الشافي هو الله، وأن هذه الحبوب أو هذه الأدوية إنما هي سبب، لا تعتقد في ذاتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم أصلح لنا أمورنا ودبر لنا أمورنا. اللهم إنا نتبرأ من التوكل إلا عليك، ونتبرأ من الاعتماد إلا عليك، ونتبرأ من الصبر إلا فيك وبك. اللهم إنا نتوكل عليك فدبر لنا أمورنا. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نتوكل عليك فأحسن لنا عاقبتنا وأحسن لنا خاتمتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تعذب لسانا نطق باسمك، ولا تعذب يدا كتبت اسمك،
ولا تعذب أرجل مشت في طاعتك. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا وجهلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخطائنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا ما فعلناه في الخلوات. اللهم اغفر لنا ما سترتنا عليه يا رب العالمين. اللهم إنك إن هتكت ما سترته علينا فضحتنا وفضحت أمرنا، فاسترنا يا أكرم الأكرمين، ولا تخيب فيك آمالنا يا أكرم الأكرمين. اغفر لوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم احفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه. اللهم عليك بكيد الكائدين وظلم الظالمين، اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب يا أكرم الأكرمين. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأقم الصلاة.